إذا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. واحدة من المقابلات اللي أيضا كان نفسي أني أعملها هي مقابلة مع المحايد المدريدي الأستاذ الكبير والإعلامي المخضرم سيد لطفي الزعبي. يعني بديش أحكي كثير مقدمات، ولكن نورتنا وأهلا وسهلا فيك بالدار. طبعا بحس حالي في بيتي وبين أهلي وناسي، وسعيد جدا أن أظهر مع الجمهور الأردني الحبيب اللي أنا مفتقدهم من زمان. منطلع عليهم من قنوات أخرى، بس هلا بنطلع كمان عبر السوشيال ميديا. مبسوط للدعوة، شكرا إليك وللقناة الرياضية الأردنية ولكل الزملاء، وحسيت حالي منتعش وأنا داخل على التلفزيون الأردني. ذكريات كثيرة، بس هلا بدنا نشوف هذا الفيديو. يلا. مذيعة برشلونية والضيف مدريدي. مدريدي مدريدي محايد. محايد طبعا. شو هالمقولة هاي؟ يعني كل إنسان لازم يولد مدريدي، لأنه فريق أولا فريق راقي، فريق عنده جوانب إنسانية عالية جدا، فريق عنده علاقة بالمجتمع، فريق دائما وأبدا بفكرش بس بالأرقام وبالنتائج. فكل الإيجابيات موجودة فيه، ما عنده مشاكل من بعدك ما ححكي ولا كلمة، ولا بده ينفصل عن إسبانيا ويتخلى عن بلد هو جزء منها زي البراشنة. طب محبيك البراشنة، محبيك البراشنة. ابني لايث برشلوني والله. طبعا. يعني لا بالعكس، علاقتي بالبراشنة ممتازة، علاقتي فيهم ممتازة جدا، بالعكس ما في مشكلة. هو مصنفهم أستاذ لطفي براشنة ومدريدية. أنا مطلع اسم بالبراشنة، أنا اللي مطلع هذا الاسم عليهم طبعا. لاعب سابق حضرتك؟ أنا لاعب ماشي حاليا. لاعب سابق وبطل جامعة سكواش. الحمد لله. احكي لنا عن الفترة الزمنية الرياضية بالنسبة لك كرياضي قبل ما ننتقل للإعلام الرياضي. هلا من وأنا صغير بحب الرياضة، وكان أستاذي الله يطول بعمره محمد أبو شقير هو مدير المدرسة وكان أستاذ الرياضة، فأنا بحبه، لأنه هو رياضي ولاعب فصرت أحب كرة القدم. وبالجامعة في جامعة اليرموك وطبعا الكرة كانت كل يوم لازم نلعب كرة قدم لأنها كانت في دمنا، ما كنت أتخيل إني ما أكونش في يوم من الأيام بالملعب. وصار عندي إصابة بالغضروف فصرت ألعب سكواش. وبالبكالوريوس تبع رياضة، والماستر برضه رياضة ولكن الرسالة في الإعلام الرياضي. فالرياضة ظلت في دمي، فلعبت سكواش ولعبت إشي اسمه مشي رياضي، إشي بضحك وانت تعملي مسابقة جميلة واحنا بالجامعة، وشاركنا في بطولة العالم أنا وصديق برضه محمود جديفات ومجموعة من الشباب. أيام حلوة بصراحة إنك تكون لاعب رياضة، وهذا اللي خلاني، لأني بحب الرياضة خلاني أدرس تربية رياضية. وكان الناس إنه معقول يعني شو هالمستقبل اللي حتحققه إذا درست رياضة. فهي قناعة، والحمد لله بعتقد أنه أنا اليوم وصلت لمرحلة أنا راضي عنها ومبسوط فيها، وحاسس أني حققت شيء كان طموحي أكبر من اللي حققته، لكن وصلت لمرحلة جيدة أنا راضي عنها بشكل عام. وإحنا أكيد فخورين فيك جدا. ابن التلفزيون وابن خلينا نحكي القناة الأولى، ما كانش في وقتها القناة الرياضية، من بعدها كان في البرامج المتخصصة في الرياضة. هالمرحلة هاي أول إيش الصورة بس خلينا نحكي عنها. هذه من يومين. من يومين في أرسنال حضرت مباراتهم مع ساندرليج، فازوا 4-0 على أرض الملعب. كان عندي دعوة من اليويفا الاتحاد الأوروبي. ورحت حضرت، انبسطت بصراحة بالأجواء والتعامل كان كثير رائع. كنت مع الVIP وبعدين تصورنا مع الشباب.
ممتاز. ذكريات التلفزيون الأردني وهي المرحلة الأولى من الإعلام الرياضي بالنسبة للطفي الزبي. نعم. التلفزيون الأردني أنت بتحكي عن البدايات، بدايتنا صعبة. يعني أنت هلا بتدخلي على جوجل تكتبي نمرة شوز رونالدو بيطلع لك، بالضبط بيطلع لك دايركت. احنا كانت تطلع روحنا عشان نجيب المعلومة، لأنه لازم تشاركي في مجلات، جرايد، تجمع الوايرز. الوكالات كانت تيجي، كان إشي اسمه فيزن نيوز ورويترز والاي بي تي ان، ما كانت طبعا، كان اس ان تي في ولا زالت. كان مجموعة وكالات، هلا بعضها انتهت أو اشتريت يعني. فنطلع التكست هذا يجيك رول 600 متر، فتاخذ الأخبار اللي لها علاقة بكرة القدم. يعني بكأس العالم مثلا 90 بغرفتي في تخت، وفي هاي الساحة كلها البرازيل، الأرجنتين، ألمانيا، ما في مراجع. لهيك انحفرت أصلا المعلومات. فبالتالي كنا يعني المعلومة عشان نحصل عليها كان يعتبر إشي إنجاز. بالوقت الحالي أنا مثلا آخر برنامج عمله في العربية كان عندي برنامج من 1 ل 2 الظهر كل يوم. كنت أروح الصبح على الدوام، الرشز موجود على السيستم على اي نيوز اوريدي. الداتا اللي بدي اياها اعمل سيرش اطلعها، او بالكونتاكت اذا في بدي اعمل شيء عن اشخاص، بنفس اليوم اجهز حلقه. فكان عندنا كل يوم حلقه. الموضوع الان سهل، يعني انا بعتبر الاعلام الان مدلل. يعني ما فيش جهد، مش مش الجهد اللي كنا طبعا نعمله بايامنا. كان كثير صعب بصراحه، كثير. طبعا. ولكن مراحل كبيره فتت فيها حضرتك من بعد التلفزيون الاردني. بنحكي عن الجزيره من 98 لل 2003 تقريبا. من بعديها انتقلت لقنوات العربيه. نعم. ام بي سي العربيه. استقلت على الهواء بالعربي. لا مش استقلت. هو في سبب، لانه انا عندي بزنس خاص، الليث في دبي، وهذا البزنس تاثر كثيرا يعني بطريقه مزعجه بالازمه اللي صارت بالخليج طبعا، قطر مش عايز احكي سياسه. فكان عندي حلين، انه اغلق الليث وابقى مذيع، او اترك الشغل واتفرغ للليث. كان هذا هو السبب الرئيسي، او هو السبب الرئيسي وراء الموضوع. بصراحه نعمل حفل وداع انا يعني لامسوا قلبي العربيه. يعني في اليوم، اخر يوم وانا بقرا النشره، كان عندي اخر خبر بودع الناس، حطيت 30 ثانيه اقول لهم اودع الجمهور. فكانت النيوز روم فاضي، فيش حدا. فكان فارس بن حزام هو الان مدير قناه الاخباريه، كان هو رئيس التحرير يعني الشخص المسؤول بكل القصه. فبشوفه بتحرك، بعدين فجاه وانا بودع باخر 10 ثواني كان في شيء 70 واحد ورا الكاميرات وبزقفوا. يعني احساس صرت بدي ابكي، يعني احساس كثير رائع. طبعا. فهذا هذا التقدير في نفسي زي تقدير يوفنتوس لرونالدو. نرجع لرونالدو. فحسيت انه انا هدول الناس، انا يعني قد عملوا لي تقدير. اي مذيع مشي ما عملوا له هذا الشيء. وعم بيطلبوني بروح بضيف بحلل في صباح العربية وبالبرامج وبام بي سي بالاذاعه. فبكثير سعيد، وبحب ازورهم دائما بصراحه. فظل الجانب الانساني موجود، هذا كثير مهم، اهم شيء. بس بما انك حكيت كريستيانو، متعاطف مع اليوفي حاليا عشان كريستيانو ولا لا؟ انا طبعا مع بحب اليوفي طبعا. عشانه من قبل ولا من بعد؟ لما كان زمان بلاتيني يلعب معهم كنت احب اشوفهم. بحب اي سي ميلان كنت، بس برضه لما راح رونالدو الدنيا تغيرت طبعا. يعني صار كليني اللي ما كنتش اعطيك شكله عشان حركات، لا صرنا نحبه. بس طول عمره اليوفي فيه اساطير يعني، انضافت لهم كريستيانو. طبعا. اوكي مش ححكي شيء ثاني. نحكي شوي من الجانب العائلي. والمدام الرائعه والاعلاميه القديرة سالي الأسعد، زميلتنا أيضا كانت في التلفزيون الأردني، والآن دائما بنشوفها الداعمة والصديقة والمرافقة. أكيد لحضرتك. الزميلة سالي أنا بطلق عليها، والصديقة سالي هي مش زوجي، هي يعني العلاقة صارت صداقة، زمالة. هي بصراحة دائما برجع لها بكتير أشياء، يعني أثق برأيها، وبعتقد وبحس انه رايها دائما بيكون في مصلحه الاسره الصغيره يعني كعائله. فبالتالي اثق برايها جدا وبتوجهني كثير وبسمع كلامها. كانها زوجتي وكانها صديقتي يعني التنتين.
طيب نرجع شوي للذكريات. اجمل او اخبار، خلينا نحكي، احنا دائما عم بنشوف قاعدين امبارح وانا بكحوش هيك بالفيديوهات، في لك دائما نهفات يا استاذ لطفي مع المذيعات والمذيعين. هل الشغله هاي قديش بتقرب الجمهور بالنسبه للاعلامي الرياضي؟ خصوصا احنا بنحكي عن رياضه، ما بنحكي عن اخبار جامده طبعاً. سياسيه، ولا بنحكي عن اقتصاديه كمان وازمات اقتصاديه. طيب اولا بتذكر بالعربيه حرب العراق والاحداث اللي صارت طبعاً. كل التفاصيل هذه. فكان عبد الرحمن راشد بالفتره الاولى وهو مدير العربيه قبل، ثم عاد الان. فكان عنده وجهه نظر انه يا جماعه انه في سياسه ودم وقتل، بعدين الرياضه تكون شيء خفيف. فحاولوا، كان طالب كنعان وزينه يازجي، فكنت اسميهم زينه ونحول على الهواء. فدايما لازم في مناكفات. هذه المناكفات عشان نكسر حده السمت البدن اللي شافوها طبعاً. والنكد والطاقه السلبيه طبعاً. نطلع بضحكه ببسمه بمجاملات ونتخانق على الهواء. وبعدين للاسف كل البنات اللي هناك براشنه كانوا، فطبعا انا بالنسبه لي شيء مزعج براشنه. فئه البراشنه. فكانت على الهواء دائما هاي المناكفات، الهدف كسر هاي الحده، وانه الناس تحب تشوف شيء خارج. يعني انت ما انت بتقرا الجريده، بتقرا تويتر، فيسبوك، بتروح على السوشيال ميديا بتشوف كل شيء بيصير، بس بدك تشوف شيء تستنى حدا، لانه في اشياء لذيذه بتطلع. مزبوط ولا لا؟ 100%. فعشان هيك بدينا بهذه الطريقه، وانا طبعا زودت، ما خليتش نشوى كرم، ما خليتش حدا من شرها. هو من بعد هيفا بنرجع للطفي الزعبي. يعني كثير النهفات اللي كانت موجوده على الهواء وكانت لطيفه جدا. كانت لطيفه وكنت اللي خلاني استمر كمان رد الفعل على السوشيال ميديا، او الناس اللي بقابلهم الأصدقاء أو حتى اللي ما بعرفهم. فهذا رد الفعل الإيجابي خلاني، لا إذا الناس مبسوطة. وهذا الشيء بتحسيه أنت إذا بتعملي شيء كويس، لما يكون في إجماع من الناس أنه هذا، ويذكروا لك نقطة معينة تعمليها ويمدحوكي فيها، فاعرفي أنه هذه كويسة. طبعا المجاملة بتبين. يعني في كتير ناس بقول لك أنت أحسن مذيع، لا أنا مش أحسن مذيع، يعني مو اوفر، يعني صح ولا لا؟ ما في واحد اسمه احسن مذيع طبعا. في كل حدا له ميزات في الميديا، بكل الميديا. عشان هيك ما بصير واحد يكون على الكرسي، فيش ملك للاعلام. فكل حدا في عنده ميزه، مزبوط. وكل حدا بيكون قريب في ناس بحبك لانه انت بتشجع فريقه، في ناس بحبك لانه ادائك، في ناس لانه اسلوبك، في ناس لانك منطقي، في ناس لانك عقلاني، في ناس لانك بتجاملش، انك بتحكي الحق. كل حدا حيحبك لجهة معينة. على سيرة بتحكي الحق أستاذنا، فيديوهاتك جريئة جدا بموضوع بالمواضيع الرياضية تحديدا، بالدوري المحلي، وإحنا ما بنعرف لهلا حضرتك مين بتشجع. دائما لك آراء جريئة، ما عندي مانع أقول لك مين بشجع، ما عندي مانع أبدا. بتشجع الرمثة. بتشجع الرمثة. وأعشق الرمثة طبعا. أنا بالأردن طول عمري شوفي، أنا عايز أغير المفهوم عند الإعلاميين وعند الجمهور. انت من حقك تشجع وتحب الفريق اللي انت بدك اياه، بس ما تظلم الاخرين طبعا. يعني لما بلعب الفيصلي والوحدات او الرمثة والفيصلي او الفيصلي والرمث، انت احكي على الهوى، لما تحلل وتنقد احكي المنطق، بس انك تحب حر. انت بني ادم لازم تحب فريق. 100%. فاحنا عندنا كذبه كبيره، انا بشجعش، انا مش محايد. شو اللي محايد؟ هاي فيش اشي بالاعلام اسمه محايد، بالرياضة فيش محايد، وبالسياسة فيش محايد. هم الأمريكان لما دخلوا العراق 2003 CNN كانت محايدة. بحرب جزر الفوكلاند بالسياسة، لما الأرجنتين وإنجلترا الBBC كانت محايدة. ما فيش محايد. هاي كذبة كبيرة اللي يقول لك الإعلام محايد والإعلامي مش محايد. أنا لما يلعب الأردن أكون محايد؟ كيف يعني؟ بزبطش. بدبي ما ولعت الدنيا، وبعرفش إذا كنتوا تابعنا. لا طبعا هذا بلدي، لازم أكون معه، ما بصير أكون ضده. أنا لطفي الزعبي، أنا عشقت نادي الرمثة من خالد الزعبي، كان أحسن لاعب في التاريخ الأردني يمكن، بأخلاقه وبمهاراته وإمكاناته. أسامي كبيرة ونجوم كبار، وليد الشقران، كل هالأسماء. أنا لما بحب فريق لازم أعلن، بس أنت لازم تفهمي ليش أنا بحب هذا الفريق وتكوني منطقية. أنت بتحج بالفيصلي مثلا، أنا ما بعرف بتشجع مين، فما تكرهيني، أو بتحب الوحدات ما تكرهيني. رح نضل أصدقاء وندبح بعض بالمباراة ونتخوت، وبعد المباراة نروح نشرب قهوة وعادي الحياة تمشي 100%. وعلى الهوا طبعا. بس الكذبة الكبيرة إنه أنا محايد، ما في إشي على الهوا.
فقط لا غير. لا انا على الهوا لما بحلل او بعلق لازم اكون منطقي ما اظلم. اذا انا بشجع ريال مدريد وبيلعب مع برشلونه وميسي بدع لازم اقول انه بدع وانه خرافي الولد هذا. طب على هالسيره بالله خليني امسك هالممسك هذا بس منطقيا واقعيا اللاعب الافضل يعني ليه فاضل بين ميسي وكريستيانو؟ لماذا؟ ارجعي شوي. مين احسن برايك انت؟ انا برايي ميسي. ليش؟ كثير التفاصيل. مثل اعشق ميسي. تعشقي ميسي بس انا بحكي عن اللعب. تكنيكه، اهدافه، رونالدو جوائزه، انسانيته، صانع العاب، هداف. خليه يسكت قولي له المخرج احسن ما هلا اطلع له. ما انا سامعه. رونالدو مش احسن ولا ميسي احسن، كل واحد عنده ميزات. اقول لك ميسي بالكرات العرضيه شو بيعمل؟ زيرو بالكرات العرضيه لانه متر ونص، انا اطول منه، صح ولا لا؟ اوكي. ميسي بالكرات العرضيه ما يقدر، بس رونالدو بقفز 240 سم. هذا لمين يصنف؟ لصالح رونالدو، صح ولا لا؟ ولا لا؟ البنيه الجسديه لصالح مين؟ ما هو في عناصر خلينا نحكي بمنطق. في عناصر بنحطها كلها وبنشوف هذا هون احسن هذا هون احسن، لكن بالنهايه انت بتاكلي تفاح وبتاكلي برتقال. مين الاحسن؟ كل وحده لها طعم، كل وحده زاكيه. ميسي مش سيء، بالعكس ميسي انا بعشقه وبحب اشوفه، بس رونالدو الافضل. وتعشق. طيب ماشي. الدوري الانجليزي مين بتشجع فيه؟ نرجع نحكي. بالدوري الانجليزي بصراحه بجوز تستغربي، انا ليفربول بعشقه عشان ابو صلاح. يعني كريم لما ابني راح وديته على لندن واحنا نختار مانشستر وكذا وكذا وكذا، ليفربول اجا قبول فيهم كلهم، فقلت له ليفربول عشان صلاح. هذا الولد غير تفكير العالم طبعاً تجاه طبعاً الاسلام طبعاً تجاه العرب، صح ولا لا؟ 100%. الهوليغانز وجماعه ليفربول مشكلجيه الجمهور، بس طريقه تفكيرهم تغيرت، وهذا اللي احنا بنحكي كيف انت كاعلامي او كرياضي تغير طريقه تفكير الناس. حتى هلا رياض المحرز عم بيعمل يعني عم بيحاولوا انهم شوي يبرزوه بالمان سيتي من عشان يكون موازي لمو صلاح، لانه مو صلاح فعلا صار هلا. بالدوري الانجليزي انا بيعجبني ليفربول وبحب اشوفه عشان صلاح. انت دائما هو انت كيف بتشجعي فريق؟ انتوا هذا الجيل، احنا جيلنا الجيل الراقي نسميه، اللي انولد على انجازات وبطولات ريال مدريد، فالكل بحب مدريد، كل العمالقه في الاعلام بحبوا ريال مدريد. ضربه. انتوا جداد بعدكم ما شفتوا، فبتشفتوا كم من فوز لبرشلونه صار كل العالم خصوصا البنات بيشجعوا برشلونه، مش قضيتنا، مع انه كريستيانو احلى يعني اذا بدك تحكي بنات وشباب بالضبط، وهذا كلهم بيعترفوا بهالحكي. فالدوري الانجليزي انا ليفربول بصراحه كثير بعشقه الان يعني بسبب صلاح. فانت دائما لما تحبي فريق بتحبي للاعب عجبك لاعب او مدرب زي بيب جوارديولا مثلا بالضبط، او مدرب، او بتحبي هذا الفريق لسبب اخر. 100%. الاعلام لسه بخير؟ الاعلام الرياضي، الاعلام الرياضي العربي ولا العالمي ولا الاردني؟ العربي. ماشي حاله، مش واو يعني، مش إشي خارق، ولكن نفس المشاكل اللي بالاردن بتلاقيها في الوطن العربي. اذا بدنا ناخذهم كاجزاء، بتروح الدوري السعودي، الدوري القطري، الدوري الاماراتي، اي دوري عربي، المصري، بتلاقي التحزبات وبتلاقي هو مش حدش عارف يمرر المسج. يعني انا مش ضد تكون اهلاوي ولا زملكاوي، خليك وبس ما تكون بالعكس متعصب، تعمل حماسه يعني لما يعني احنا لما نعمل المناكفات هاي وهؤلاء بالاخر شو مستفيد انا من مدريد ولا من برشلونه؟ ولا شيء، ولكن بنعمل جو، بنستمتع، بننبسط، وبعدين خلص انتهت. بس ما اكون حاقد، ما اقول ميسي سيء ورونالدو احسن، ما بيصير، في عقل يعني. انا بدك تصدقيني لما اطرح، فلذلك لازم اقول ميسي واحد من اللاعبين النادرين طبعا. ما بيصير انا لاني مدريدي اروح الغي ميسي طبعا، ما بيصير. فلازم اذا كان طرحي منطقي راح تقبلي، حتقولي هو مدريدي صحيح لكنه بيحكي منطق، صح 100%. أندية عربية مين بتشجع بالدوري المصري مثلا؟ المصري أنا بشجع شوي صعبة ها؟ لا بشجع الأهلي لأنه حماتي زملكاوية. لازم الضد، ها؟ لازم الضد. تحصيل حاصل. الدوري السعودي بتشجع فيه؟ الدوري السعودي بحب الهلال بصراحة. بحب الهلال، بتابعه من زمان وبحبه. كنت في فترة كنت بشجع الاتحاد، بعدين حسيت الهلال هو الأفضل. اللاعب الأردني الذي يعلق بالأذهان أو اللي عالق بالذهن؟ قديما ولا حديثا؟ حديثا وقديما. قديما كل الأسماء الكبيرة، يعني مثلا نبدأ بالرمثة،
خالد الزعبي، وليد الشقران، محمد العرسان، راتب الداود، كثير هلا كلهم يعني كلهم رائعين. والجيل اللي بعده بعدين بلال اللحام، كثير الاسماء بس الواحد صعب يمكن يتذكرها كلها، لكن اسماء بدران الشقران كل هاي الاسماء رائعه. والجيل الجديد طبعا عم نتابعه في شراره، عجبني كثير، شفته طبعا من سنه. توفيق له طبعا. الفيصلي الله يرحمه، خالد عوض مثلا من الاسماء اللي ابراهيم رهوان، لا ايش اسمه، رهوان كان رهوان. ابراهيم سعديه لعب لاكثر من نادي ومنها الوحدات. خالد سليم، هلا اسماء كثيره. هدول الناس يعني انت لما تحكي اسم فريق مثلا تذكر فيه يعني كثير من الاسامي عامر شفيع مثلا صنعت تاريخ باكثر من نادي لعب. هدول الاسماء ما يعني حدا بلامسك، يعني بتحسي بس تشوفي تحسي بتستمتعي. بنشوف انا مباراه كثير مرات، بنشوف مباريات عشان بدنا نشوف هذا اللاعب او هذا اللاعب. صحيح. يعني الكلام مع حضرتك لا ينتهي بصراحه، ولكن حبينا انه فعليا اطلالتك تكون من خلال شاشتنا هيك رجعه فقط نحكي للناس صباح الخير من استاذ لطفي الزعبي، هذا التاريخ الكبير والمشرف. بدي حضرتك تنهي لو سمحت، ارجوك تنهي انت البرنامج بطريقتك المدريدية المحايدة. أولا أنا يعني سعيد جدا أني بطلع عليكم مع بشاشة التلفزيون الأردني، وهذه قناتي، هي القناة اللي أنا من الزيرو بديت فيها وصنعتني وعملت لي اسم، على الأقل يمكن أكون صرت معروف بالأردن طبعاً أو عربيا بالوطن العربي كمان. بصراحة يعني دائما وأبدا أنا بقول الفضل الأول والأخير للتلفزيون الأردني اللي بنانا وأسسنا وعلمنا وطلعنا للقنوات العربية، سواء الجزيرة وام بي سي العربية، كل هاي القنوات طلعنا ناس جاهزين وجاهزين اوفر كواليفايد، يعني مؤهلين بكل. معي وقت ولا خلاص؟ تفضل. وانه طلعنا ناس جاهزين، انه الواحد فينا بيكتب وبيعمل ريبورت وبيعمل دي تي ال وبيعمل لقاء وبيقدم برنامج وبيحاور ضيف وبنعمل البوكينج، كل شيء بنطلع هناك بيكون نشتغل كل شيء. فمنكون كفاءات كأردنيين ممتازين جدا والحمد لله، ومنبيض وجه الأردن. فهذا كتير أنا سعيد وبشكر التلفزيون الأردني، هو بيتي الأول. واليوم أنا سعيد أني بطلع الجمهور من خلال هذه القناة اللي أنا بحبها. لا كلام. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا، لقاءنا فيكم بتجدد الأربعاء بأمان الله.